أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات 7 ثنايا والكوسبلاي كده ضايع. السيريز اللي بنجرب فيها كل حاجة وأي حاجة عشان خاطر نعمل فيها كوسبلاي، والكوسبلاي يا بيطلع جامد يا بيطلع صينية بطاطس. ما بقى ان احنا لسه في البداية وان ده اول كوسبلاي توتوريال انتوا لسه تتعلموه، فانا هبتدي معاكم بحاجة صغيرة. واول توتوريال لينا النهاردة ازاي هنعمل كوسبلاي من الدولاب AKA كلوزت كوسبلاي. تعالوا بقى اشرح لكم. احنا قلنا الفيديو اللي فات ان الكوسبلاي ممكن يبقى من انمي، من جيم، او حتى الافلام، واحيانا بيعتمد على خيالنا. والنهارده الكاركتر اللي انا هعملها معتمده على خيالي، يعني هنعمل الاوسي بتاعتي النهارده اللي هي الاوريجينال كاركتر بتاعتي. الناس اللي متابعيني على انستجرام عارفه اسمها نورا بلاك، وشخصياتها بتختلف في حسب السيناريو اللي انا بحطها فيه. يعني انا ممكن احطها في هاري بوتر تبقى شخصيه، وممكن احطها في حاجة تانية تبقى شخصية تانية خالص. هي اسمها ثابت، الكاركترستيك شكلها ثابت، ولكن بتختلف حسب السياق. انا باخد الانسبو بتاعي دايما من بنترست، فانا حاليا متخيلها ان هي شوية نينجا على شوية هانتر، فده الريفرنس اللي انا اخترته. وخليكم لاخر الفيديو علشان تشوفوا الترانسفورميشن بتاعها كله. المهم انا قلت لكم في اول الفيديو ان احنا هنعمل حاجة صغيرة. احنا هنعمل حاجة النهاردة اسمها arm armor او درع للدراع، يعني انا مش عارفة اسمها ايه بالعربي الصراحة. ولما تتعلموا التكنيك ده ممكن تطبقوها على كذا كوسبلاي تاني، لان معظم الشخصيات دايما بيبقى عندها الدرع بتاع الدراع. انا دلوقتي هسيب معاكم بيكا الكرافتر علشان تشوفوا كل الخطوات اللي انتوا هتعملوها علشان خاطر تاتشيفوا الارم ارمور. تبقى صغيرة، انا شكلي هوربل جدا وانا بشتغل، فيعني محدش يعلق على الموضوع ده. زي ما قلت لكم في الانترو ان دي هتبقى توتوريال سيريز، لمكم تعملوا حاجه شبه دي بس كواليتي احسن الصراحه، لان ده معمول بس كان لهارلي كوين. كان حاجه سهله وبسيطه ما فيهاش اي شغل الصراحه، فانا هعمل حاجه اقوى من دي شويه. تيبي بيكا هنا. وبسرعه انا هشرح لكم البروسيس او الطريقه اللي انا بشتغل بيها. اول حاجه الديزايننج، تاني حاجه الباترون والمقاسات، تالت حاجه التقطيع، رابع حاجه ان احنا بقى نطبق الديزاين اللي احنا عملناه ده كله، خامس حاجه التقفيل، سادس حاجه التلوين واتقان التفاصيل. اول حاجه نتعلمها مع بعض هو الديزايننج بروسيس. هبتدي اكتشف انا عايزه اعمل ايه، اللي انا عارفه ان انا عايزه اعمله ان انا عايزه اعمل ارم ارمور. اول حاجه هعملها نبص على inspiration. عايزه اعمل حاجه فيها جلد، فمثلا فور اكزامبل دي الحاجات اللي طلعت لي. انا عجبني الديزاين ده ديزاين سهل. مثلا ديزاين زي ده. احنا خلصنا اول حاجة الباترن. عايزين بقى ايه نعمله على ورقة الصغيرة دي، نرسمه هيبقى على حجم ايدينا. هاخد مقاساتي زي مثلا هاخد مقاسي من هنا، ده كده 25. انا عايزة نص 25 يعني 12.5 تقريبا، 12.5. اوكي 12.5 15 نص 15 I think 7.5 أو 6.5 7.5. هو الصح ان انتوا تاخدوا المقاسات تحطوها هنا عشان ما تنسوش. يعني انا هنا هكتب ان انا لقيته 7.5، وده كان 13.5، والطول كان تقريبا 22. وهبتدي ارسم الباترون بتاعي.
دلوقتي ميعاد القص. يبقى بهذا الشكل، يبقى جاي كده. كده احنا معانا الباترون بتاعنا. ستيب نمبر 2، هستخدم الفوم. هاخد الباترن بتاعنا، نعمل له tracing على الفوم. بالقطر يا أولاد، ونمشي على الخط اللي احنا عملناه. وفي هذه اللحظات بنكتشف مع بعض اللي احنا عملناه هينجح ولا لا. ده يبقى شكله. انا معرفش السكرابس اللي عندي ايه. ده بوكس من بواقي بروجكتس، بس فكرة ان فيه جلد كتير قوي. مثلا عندنا ده يمشي، ينفع بواقي جلد حلو، وده برضه بواقي رائع. فايه ده؟ بس اكيد كان باترون لحاجة. future projects. ماذا سنفعل بكل هذه السكرابس؟ مبدئيا هنقصها. فدي الفكرة اللي عندي. وش ملك هنستخدم الكلة للزق الجلد. ازاي نعرف ان الكلة كويسة؟ ان هي سايلة كده. اول حاجة نعملها كده. ودي بيرفكت. اوكي، دفة 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 دفة. تمام، ونبتدي نوزع. هنا برضو اهم حاجة. اوكي، بسم الله. نعمل كده اهو. كده ان كله كده. ايه اللزقة هنا؟ خلاص، مع السلامة مع السلامة مع السلامة. خلاص لزقنا. عايزين بقى نركب الاتاتشمنتس اللي هي بالنسبة لي الايلتس اللي هم دول. كمان هنعمل حاجة اسمها ويذرينج، نخليها ايج شوية او شكلها قديم شوية. زي ما انتوا شايفين انا بدأت عليها غلطت في بعض الاشياء وبس عادي. الايلتس بتيجي مع دول دي، ونخرم بيها الجلد. نخرم بيها الجلد الاول، وبعد ما بنخلص بنركب دول الايلتس نفسهم، وبندق عليهم بالشاكوش ايدي. هوريكم.
بس أنا هاحاول أجري فقرة التخريم لإن هي فقرة مملة جدًا الصراحة. خرّمتهم كلّهم. هنبدأ بتركيب الأيلتس. ده الضهر، ده بيبقى الوش، حطينا. طيب إحنا كده خلّصناهم خلاص أهو، اتعمل لهم الweathering وكل حاجة تمام، تحسّوا إن هُم ملبوسين قبل كده، وهو ده اللي إحنا عايزينه، ما لكوش دعوة بده، ده project لوحده إن شاء الله بتاع فاروق. فكده ناقص لنا ننقّي الoutfit من الدولاب والmakeup. welcome للدولاب. دلوقتي أنا هابُص على الreference وأشوف أنا ممكن أعمل إيه من الحاجات اللي موجودة عندي واللي موجودة في الreference. فأول حاجة أدوّر عليها الtop. فاضل لك تبقى كده. تاني حاجة البنطلون I know I have بنطلون هيمشي عليه. عملنا إيه بسرعة؟ أنا عندي البنطلون ده أعتقد يمشي، ولكن أنا عندي بنطلون تاني برضه. بغض النظر بقى إحنا عايزين كمان بيلز كتير 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 أوي، بيلز بالعبيط. طيب بغض النظر ده بيلت كنت جايباه من shein، أعتقد إنه هيبقى perfect. so هنبتدي ببرفيس. الفكرة اللي عندها عين حمرا وعين خضرا، ليه؟ ما حدش يسألني. أول حاجة بنعملها بنprep الskin. يعني بنprep الskin بنجهزه للي هيحصل فيه. ده primer بيترش، بيhydrate،
لو حد يعني عايز يعرف حاجة زي كده. أجل أنا ما عنديش أي فكرة أنا ناوية أعمل ميك اب إزاي، أنا بس إيه going with the flow، ماشية مع التيار. حاجة كمان أنا عايزة الميك اب يبقى مثالي، مش عايزاه يبقى حاجة صريحة، ده كأنها خارجة من معركة بقى لسه معيطة. ولا كأني وأنا مخبوطة في عينيها. Trust the process. Trust the process. مش عارف، هو ميسي which I was looking for. ماشي، ندور على البرايمر. ده برايمر تاني. انا احب ايه اهم من الشغل تظبيط الشغل. دي مراحل بطة. في فقرة هعتمدها معاكم اللي هي هل الكوسبلاي ده جامد ولا صينية بطاطس؟ ده هسيبه لكم انتوا في الكومنتات، بس انا هقول لكم البروز والكونز بتاعه هذا الكوسبلاي، بمعنى ايه الحاجات التمام فيه وايه الحاجات اللي انا ممكن احسنها. مبدئيا هو كاركتر محدش يعرفها في غيري في دماغي، فمش مشكلة. انا كنت عايزاها تبقى يعني روج ثيف، يعني حاجة كده، بس هي قلبت معايا بايرت على حاجة من Arabian Nights بكتانة، فده عك بالنسبة لي، بس تمام هو شكله cool الصراحة. الدرع نفسه تمام مفيهوش حاجة، مريح في اللبس، ولكن هاضطر اغير الstrings which is okay. هل انا مبسوطة بهذه التجربة؟ بصوا انا ما اخبيش عليكم، انا بقالي كتير ما عملتش كوسبلاي والصراحة وحشني، دي تجربة لينا كلنا ان احنا مش لازم نعمل كوسبلاي علشان خاطر يطلع ترند او يطلع جامد او يطلع اي حاجة. اعملوا كوسبلاي عشان انتوا بتحبوه، اعملوا كوسبلاي عشان you like dressing up، اعملوا كوسبلاي علشان it's fun just have fun. وكالعادة لو عجبكم هذا المحتوى اعملوا لايك وشير وسبسكرايب، وتعالوا كل فيديو بنعمل حاجات هبلة just for fun. اوكي جاني